السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال، ويجعل سعادة الدنيا والأرض ما بين إيديكم، اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما شفتوا كده مطلعة لحمة طبعا فكت من بدري، ومطلعة بامية وطماطم متسبكة وكده. الطاجن دوت بقى هنعمل فيه حاجة تانية، يا دوبك كده حطيت فيه معلقة زيت، ببطن بيها كده الطاجن يعني، أو البرام على حسب ما كل بلد بتقول يعني. تبطينة كده بس أو دهنة كده خفيفة. باكون غاسلة رز ومحضراه معايا كده، ده الرز اللي هو المصري الفلاحي العادي خالص بتاعنا. باغسله باسيبه حوالي يعني باصفيه من على ميته وباسيبه مغسول شوية، يعني حوالي ربع ساعة 10 دقايق كده. أخدت نصه كده حطيته في الطاجن، نزلت عليه برشة ملح وبعدين رشة فلفل أسمر، وبعدين هنبشر عليه بشرة جوز الطيب. بشر جوز الطيب هنا مش أساسي، يعني هو الأساسي بتاعنا ملح وفلفل. الناس اللي مش بتحب جوز الطيب تستبعدها خالص من الوصفة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تاني مرة بسجل الفيديو أقسم بالله، يعني أنا سجلته مرة عطاني المساحة فاتمسح، يعني وأنا بنقل برحل حاجات على الميموري، لقيت اللي اترحل الفيديو الجديد. قدر الله ما شاء فعل يعني. بعد ما حطيت كده زي ما شايفين ملح والفلفل، رصيت اللحمة بتاعتي، وبعدين نزلت عليها بردك بنفس التتبيلة تاني، ملح وفلفل أسمر، وبردك رشة جوز الطيب. بتتبليه كويس على حسب رغبتك انت، يعني لو حابة تقللي من الحاجات اللي انا حطاها دي بتقللي براحتك خالص، يعني في ناس تحبش اكتر من كده كمان يعني، او مفلفل اكتر من كده. وهرجع انزل بباقي الرز عليه كده، واكون عاملة حسابي طبعا ان اسيب مسافة للسوا بتاع الرز، لان لو ما سبتش مسافة وسبت مثلا حطيت رز الحرف الطاجن بتاعي، فالرز مش هياخد راحته في السوا، فهيبقى زوران وفي نفس الوقت مش مستوي كويس. الطاجن دوران يعني تلاقي الرزاية كده ايه، الرز بقى كتير على الطاجن، طلع من الطاجن كده وفي نفس الوقت ما مش مستوي. بكون محضرة لبن غلياه سخن نار كده، باخده على طول واحطه على الرز وهو سخن كده، وبكون غالية مية معايا برضك، محضرة مية مغلية. طبعا اللبن دوت بيكون لبن بخيره كده بقشطته، لبن جاموسي بنزله عليه كده، كل ما تبقى قشطته دسمة وكتير كل ما بيديكي طعم أحسن في الطاجن. وبناخد حبة مَيّة. طب هتقولي لي مثلًا طب أنتِ ليه ما هو كفاية اللبن عشان الولاد وكده عشان ياخدوا منه أحلى نسبة غذا وكده. هاقول لِك الرز هنا لو حطينا كلّه لبن بس مش هيستوي كويس، لازم تحطي نسبة مَيّة خفيفة. دخّلنا الطاجن بتاعنا على الفرن على أعلى درجة حرارة في الفرن، ومولعة الشواية فوق وتحت، مولعة الفرن من فوق من تحت ومولعة الشواية من فوق. أول ما الطاجن بتاعي بياخد وش، باطفي من فوق اللي هي الشواية وباسيب تحت بس، طبعًا على أول رف من تحت. هنا بقى دخلنا على الوصفة التانية. الوصفة التانية بتاعتنا معانا كده قطعة دهنة كده حلوة كده من اللحمة، قطعة دهن اللي قُلت لكم عليها بتبقى اللي هي الجلسة الحلوة الماسكة نفسها دي، اللي بيبقى سهل إنِّك تقطعيها أو تبشريها. حاطة عليها معلقة سمنة، يا دوبك كده لفيتها في بعضها، وهانزل عليها ببصلاية كده إيه هاقطعها كده ناعم كده بالسكينة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نذكر الله كده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا أنا مش باحمّر البصلاية زي ما اتعودتوا معايا، أي حاجة باحط فيها بصل يا دوبك بس كده إن أنا بادّي له تقليبتين في الإيدام كده إن هو ريحته تطلع كده ويبدأ يظهر معايا. أول ما ريحته بتبدأ تظهر كده باروح نازلة باللحمة بتاعتي عليه كده. عايزة اللحمة هنا برضك تاخد لها تقليبة حلوة كده فيها، يعني من تحت لفوق لحد ما ريحة اللحمة تطلع. أول ما تشمي ريحة اللحمة واللحمة تاخد كلها لون واحد، تبدأي تنزلي بالطماطم بتاعتك أو بالتسبيكة بتاعتك على حسب ما انتي مفرزاها أو لسه عاملاها فريش أي حاجة يعني. ما ننساش طبعًا وإحنا قطّبناه كده قبل ما نفطر بإذن الله، ندعي طبعًا لنفسنا ولولادنا ولإخواتنا ولكل حبايبنا، وطبعًا ما ننساش إخواتنا في فلسطين وإخواتنا في سوريا وإخواتنا في السودان، وكل المستضعفين في كل أراضي العالم يا رب.
ربنا ينصرهم نصرا جميلا عزيزا يتعجب له أهل السماء والأرض، ويطلعوا كده من شهر رمضان وهم مجبورين الخاطر كده، وكل الغيمة دي كلها تنتهي بإذن الله. طبعا هنا حطيت طماطم وهي متجمدة، ونزلت عليها بحبة مية مغلية. طبعا البراد على طول شغال معايا كده ايه، ببقى غالية ومحضراه معايا باستمرار وانا بعمل أكل. خدت منه حبة مية مغلية، وهنغطي بقى الكلام ده كله ونسيبه يغلي مع بعضه. أول ما بدأت بقى الطماطم تغلي معاه، طبعا هي الطماطم كانت متسبكة، يعني أساسا هي كانت متسبكة، فأنا زودت على المية بس عشان تفك مع بعضها. البامية بتاعتي طلعته، كنت طالعة من الفريزر، غسلتها كده، شطفتها شطفة حلوة وصفيتها، ورحت حطاها كده ايه، نزلت بيها. بامية من الأكلات اللي بتحتاج تستوي على نار هادية جدا، كل ما تهديلها النار كل ما تديكي طعم وريحة خيال يعني كده، تبقي عايزة تاكليها على الريحة كده. عشان كده دايما بيقولوا انها لما بتبات بتبقى احلى. لا، انت لو طبختيها على نار هادية بتبقى احلى واحلى واحلى يعني. هنا كانت خلاص البامية بتاعتي خلاص يعني دخلت في السوا خلاص، استوت قوي. نقلتها على عين هادية شوية، عشان هنا هعمل وصفة تانية معانا صينية كده. وهنبدأ برضك قطع الدهنة، برضك النهاردة الفيديو بتاعنا كده ايه برعاية الدهنة الجاموسي دي الحلوة دي كده، قطعة صغيرة برضك كده انها تطعم لي وتريح لي الأكل كده. معايا معلقة سمنة كده، أي مادة دهنية بتحطيها، حابة تحطي زيت، حابة تحطي سمنة من اللي هي العلب، أي حاجة يا ست الكل هتنفع، وكله حلو زي الفل والحمد لله، والله كله حلو. بقلبه كده يا دوبك كده ان ايه الدهنه بتاعتي تبدا كده تشفشف كده، تبقى لونها شفاف شويه، واستنى في تسيح فيها. بجيب بصلايه، هنا انا مش هقطعها ناعم يعني، هنا انا هقطعها ايه، بصلايه هقطعها اربع تربع كده يعني، او قطع كبيره شويه يعني ظاهره. هي الوصفه بتاعتي عايزاها كده. تمام. معايا برضك كده ايه، بعد ما هلف البصل كده في السمنه كده يا سيدي بقى، انت لما تلف البصل كده في السمنه بقى والدهنة وتشمي ريحته، طماطمايه بقى برضك هقطعها اكنك بتقطعي طماطم سلطة مكعبات صغيرة كده، تقومي مضربتهاش في الخلاط. ليه يا ستي الوصفة عايزاها كده، خليكي معايا كده وشوفي التريكات بتاعتنا. اول ما قطعت الطماطمايه كده قلبتها، هنبدأ بقى كده نحيقها كده شوية، نحط الحياء بتاعها اللي هو ملح وفلفل اسمر، وشمي بقى الريحة بقى، شوفي من قبل ما يتحط فيها أي حاجة، البصل والطماطم بس كده مع الدهنة والسمنة، وما تحط لهم الملح والفلفل، بدأت روايحها تظهر كده، والحتة بقى تفتح النفس كده. أول ما دخلوا في بعض والطماطم بدأت تنزل لونها كده، هنبدأ بقى ننزل عليها بحبة طماطم، ده كنتش ضاربة طماطمتين في الخلاط، أو ده كان عندك طماطم متفرزة، أي حاجة هتمشي معانا. زي ما انتوا شايفين هنا لون الطماطم بدأ يظهر معايا خالص في الإيدام، الإيدام متلون بالطماطم. هجيب لي بقى ايه، طلع بقى قطعة طماطم كده تفك من الفريزر، احطها بقى كده على طول على الصينية. نزلت بيها كده زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ بقى ايه نحط عليها بردك حبة مية سخنة من البراد. ولو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو بقى متنسونيش من لايك وشير والكومنت الحلو اللي بيشجعني. لو انتي اول مرة تخشي عندي القناة يا ريت تضغطي على جرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد. هنغطي عليها بردك ونديها غلوة ونشوف هنكمل نعمل ايه تاني. هنا كانت خلاص يعني الطماطم قربت تفك خالص، فاضل قطعة صغيرة. معايا بقى نص كيلو بطاطس متقشر ومتقطع كده حلقات ومغسول كويس، نزلت بيه كده على الطماطم ووزعته في الصينية كده. هنديله غلوة واحدة على البوتاجاز، وبما ان الفرن بتاعنا والع على طاجن الرز هندخله في الفرن ياخد شكل ولون وريحة كده بقى، مفيش بعد كده، ما احنا صايمين بقى وعايزين ناكل على الروايح الحلوة بقى. خلاص دخلنا الصينية الفرن، رحنا البامية بتاعتنا بقى، وهنا بنغلي لبن عشان نعمل زبادي بعيد عن الفيديو يعني.
معايا معلقة توم، دي التكة اللي بتخلي الريحة البامية بقى تجيب من آخر الشارع معاكي، أي حد ماشي في الشارع هيعرف إن البيت دوت فيه بامية. معلقة توم كده إيه نية كده، وتفرميها تحطيها، وقرن فلفل حراق بحاله، حطيه بحاله يا ست الكل زي ما هو كده. كان الطاجن بتاعنا استوى بقى، طبعا انا ما كنتش حطيت له اي ماده دهنيه. لما بيستوي كده بطلعه قبل ما نبدا ناكل، او قبل ما نبدا نحضر الاكل بطلعه كده ايه قبلها ب10 دقايق ولا حاجه، وابدا بقى افتحه من بعضه واحط له الماده الدهنيه بتاعته. طبعا لو انت حطيتيها من الاول برضك ماشيه تمام وزي الفل وحلوه وجميله قوي. نجيب بقى الماده الدهنيه بتاعتنا بقى، اذا كان زيت او سمنه او اي حاجه بتحطيها، نبدا نلمع الرز بتاعنا بس كده. أول ما السمنة بتبدأ تسيح عليه بدخله الفرن تاني يرد، يعني ايه لمدة 5 دقايق 10 دقايق، مش كتير يعني، هو خلاص هو كده أصلا مستوي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهنا كان خلاص بقى ايه، قلت بقى بما ان الفرن والع، هو كان يعني كده كده والع، نجيب بقى البامية بتاعتنا معانا كده. البامية كانت استوت وخلاص بقت زي الفل وجاهزة للأكل. بس أنا قلت نديها وش حلو كده، وريحة الفرن كده ايه تديها طعم ونكهة تانية. فضيتها في طاجن ودخلها بقى الفرن تاخد لها وش. انا بقى خلاص كان اكلي كله خلاص بقى، هبدأ اطلعه من الفرن كده حاجة حاجة. دي صينية البطاطس، شايفين جمال واللون، البطاطساية ذات نفسها من جوه متلونة، واخدة لون الطماطم كده مع الصلصة مع الإدام، ولونها وريحتها عايزة اوصلكوا الريحة والطعم خطيرة بجد يعني. بامية شايفين اخدت الوش بتغلي ازاي، يعني بتنطق بتقولك كل مية. الرز بتاعنا كان رد خلاص بقى، هنبدأ بقى نغرف بقى ونحضر كده الفطار بتاعنا. هنا انا مش هغرف اطباق كتير، هحط طبقين رز بس كبار، لان يعني في ناس هتاكل باميه بعيش، عشان كده انا عامله باميه في ريح البطاطس. في العادي انا بفضل الطاجن في صينيه اقلبه كله في بعضه، وبعدين اغرف منه لكل واحد في طبقيه. بس طبعا وقت المغربيه بيبقى الواحد خلاص يعني مستعجل، وهتقعدي بتبقي بتحضري الحاجه، وانتي بتجري حوالين نفسك من عصير لترويق لهنا لهنا لهنا، فخلاص يعني. غرفت طبقين رز زي ما انتم شايفين كده، وهنغرف بردك البطاطس في اطباق، عشان خاطر اللي قاعد على الطبلية يعني يطول من هنا ومن هنا. شايفين لون البطاطس اللي بحكي لكم عليه، لونها حلو قوي بجد، وكانت طعمها يعني بجد خطير. نص كيلو مش كتير يعني، انتي بتحبشي حاجات قليلة يعني. المهم ان احنا في رمضان انتوا عارفين ان بركته كتير، ما تعمليش اكل كتير. حتى لو عملتي صنفين ولا اكتر من صنفين تبقى برضك حاجات كميات قليلة. نبدأ نغرف البامية بردك كده. كده خلاص الفطار بتاعنا يعتبر جاهز. طبعا كنت محضرة العصاير، يعني اول حاجة بطلعها برا على السفرة، وانا ببدأ اعمل الاكل كده، بطلع صينية الكوبايات وبطلع ازايز المية، لسه طبعا احنا في الجو محررش قوي، فبحط مية باردة، وببدأ اعمل عصاير وبحطها في التلاجة، وبطلع العصاير بقى ايه يعني قبلها بشوية كده، قبل الفطار بشوية. واحيانا بحط تلج، يعني بعملها واحط فيها يعني تلج بس يديها طعم كده.
حبة مخلل خيار بقى من اللي إحنا بنعملهم الحلوين دول بقى الفريش دول، وكده أكلنا جاهز، وغسلت برضك حبة خضار، جرجير، فلفل، بطاطس بيبقى حلو أوي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وميعادنا معاكم الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.